نبارك المنتخب المغربي حصوله على البطولة، وصراحة فريق يستحق البطولة بجدارة، ونقول هارد لك حق منتخبنا وهارد لك للاعبين، وإن شاء الله نتأمل إن شاء الله أن في البطولات والاستحقاقات القادمة يقدمون أكثر من كذي وأفضل مع الوقت إن شاء الله. احنا يعني شفنا الشوط الثاني يعني شفنا المنتخب أفضل، حتى يعني المنتخب المغربي سجل هدفين، منتخب الكويت سجل هدف، يعني تتكلم الشوط الثاني النتيجة 2-1. زيادة على هذا احنا اللي لاحظناه ان الاهداف اللي تسجلت من لاعبيننا احنا اللي سجلنا. نعم. يعني مو ان المغرب سجل، في لاعبين سجلوا خطأين من لاعبيننا، فهذه تعتبر ممكن نقطة تكون مميزة للمنتخب. كابتن نايف، الشوط الثاني يعني نفس ما تفضل كابتن احمد، يعني الهدفين اللي دشوا علينا اخطاء من دفاعية. يعني يمكن اول شيء نقول مبروك المنتخب المغربي، فريق استحق البطولة، فريق الافضل في جميع مقاييس البطولة، من ناحية حراسة مرمى، كفريق، لاعبين مهاريين، خط دفاع، خط هجوم. يعني اعتقد المنتخب المغربي استحق بمعنى بجدارة هذه البطولة. نرجع للمنتخب الكويتي، انا اعتقد لا زلت اقول ان منتخبنا ما طلع باي صورة حتى بالشوط الثاني. صحيح. يمكن نزول مستوى الفريق الشوط الثاني المغربي ما كان عنده الدافع الاكثر انه يروح لقدام. شفنا في استعراض من اللاعبين المغربيين. احنا اخطاء متواليه نفس الشيء مثل ما ذكر اخوي احمد، خطأين هدفين. يعني انا اعتقد من الاخطاء نقول ساذجه في كره الصالات، ان انت تدخل الكره داخل مرماك، خصوصا ما يكون احد ضاغط عليك. يعني صحيح. يعني في بعض الكور لما يكون في ضغط، لما تكون انت مو في ثبات، نعم انا ما الومك، بس لما تكون ثابت وتدخل الكره داخل الجول معناته مثل ما قلنا ان الفريق مرتبك ذهنيا، ما هو مع المباراه. المباراه يعني اعتقد انها كانت اكبر من بعض اللاعبين. نعم. تعامل مدرب، اول شيء نشكر مدربنا على اظهار هذا الفريق خلال هذه البطوله بالشكل اللي فعلا يشرف. بس في هذه المباراه انا اعتقد المدرب ما تعامل مع المباراه بشكل صحيح على قدرات لاعبين امام الفريق المغربي. يمكن هذا كان سبب كبير في المباراه، اضافه الى سوء اداء اللاعبين. ودائما نقول هذه النقطه، الارقام كلها تطلع برا بعد صافره بدايه المباراه. اي ارقام تعرفها كلها بعد صافره بدايه المباراه تنتهي. يبقى شنو اللي قاعد تأدي داخل الملعب، تفكيرك، ادائك، انضباطيتك. شفنا الفريق المغربي الى اخر دقيقه قاعد يقاتل على ما يدخل عليه هدف. صحيح. على عكس فريقنا، نشوف يدافعون باثنين، ندافع بثلاثه، ندافع بواحد. المغربي كان يدافع دائما باربع لاعبين. نعم. فمعناته هذا فريق يعرف ان هذه كرة الصالات، احافظ على مرماي من بعد الانتقال. المنتخب الكويتي اعتقد خبرة كبيرة له ان في هذه البطولة ان قابل فريق بهذا الحجم بهذه المهارة. اتمنى ان لاعبينا يعرفون ان هذه دروس نتعلم منها، وان شاء الله نشوفهم في كاس اسيا افضل من كذي، ويكونون طبعا راح يكون الليفل اعلى من هذا اللي راح يشوفونه اعتقد. كابتن احمد، انا يعني اعتقد لو كان يعني المنتخب الكويتي النظام الاحترافي اللي موجود عند المغرب والدول الثانيه، لو كان موجود النظام الاحترافي بدولتنا الكويت، يمكن المنتخب الكويتي يقدم افضل من شيء، لان شفنا الفارق بعامل اللياقه البدنيه، بعامل الفكر، بعامل التنظيم، وايد اشياء كان في فرق بين منتخب المغرب ومنتخب الكويتي. يمكن يعني الاحتراف الجزئي وهناك الاحتراف الكامل. اكيد هذا الاحتراف راح يفرق مع اللاعبين يعني يمكن 180 درجه. نعم. لكن احنا نتكلم عن شغله بسيطه. يعني احنا لما نطالع اللاعبين هذول اعمارهم 27 28، نعم. هذول اللاعبين يعني ما كانوا يلعبون، نفس ما تكلمنا من قبل، ما كانوا يلعبون، وهذه اول مشاركه لهم. لما تي انت زين اللاعبين، في لاعبين ترى اعمارهم 24 و25 و23، هذول ما راح متى مثلا بيلعبون، بينطرون لما هذول 27 28 هم يبطلون. فهذا المدرب اللي سواه الحين انه دخل مجموعه من اللاعبين على المنتخب. يعني احنا وجهة نظرنا ان في لاعبين خبره كان المفروض يكونون متواجدين عشان يساعدون اللاعبين، مو شرط انه داخل الملعب، ممكن داخل خارج الملعب. نعم. لكن هذا المدرب عطى حافز انا اتوقع حق كل اللاعبين، المفروض انه ينعكس على نعم. الدوري. صحيح.
ان اللاعبين كلهم يشدون حيلهم. يعني احنا يعني كنا نشوف باختيارات المنتخب، شفنا باختيارات المنتخب يمكن لاعبين من منتخب الشباب. نعم. ان المدرب شاف يعني اكثر من يمكن 30 40 لاعب. نعم. فهذه شغله انا اشوفها ممتازه، وانه لازم انه يكون في تجديد بالمنتخب. نعم. لكن مو تجديد بشكل عام وكامل. نعم. لا، انت تحتاج، لان تحتاج معك بعض لاعبين الخبره اللي نعم. يفيدون الفريق، خصوصا انا وجهه نظري بالفتره القادمه، خصوصا خارج الملعب. خارج الملعب تحتاج لاعبين يعني يعود اللاعبين على النظام، على الالتزام، على لان النظام والالتزام اللي خارج الملعب راح ينعكس على اللاعبين داخل الملعب. نعم. واتمنى ان المدرب هذا يعني يستمر. نعم. راح نشوف شغله اتوقع زياده في تصفيات شهر 10، في اولمبيات نعم. شهر 11، في نهائيات اسيا شهر 2، كاس العالم بعدها ان شاء الله المنتخب يتاهل. نعم. فاذا اخذ وقته اتوقع المدرب نعم. بدون تدخلات، بدون الامور هذه، انا اتوقع ان المدرب يعني ان شاء الله انه والفريق بشكل عام تكون لهم نعم. كلمه. وصراحه نعم. نشكر اللاعبين والكل يعني على البطوله نعم. الطيبه اللي احنا قبل لا نختم كابتن نايف، انا احب اني اشكر الاتحاد الكويتي ممثلا بالسيد عبد الله الشاهين واداره المنتخب الكويتي حسين حبيب على قدوم هذا المدرب على مستوى عالي. وشفنا المدرب هذا مدرب احترافي، ونتمنى انه يطبق الاحتراف الكامل بالكويت، عشان جميع اللعبات المنتخبات تعمل نفس ما قال كابتن احمد، تحتاج استراتيجيه ثانيه اللي هو التنظيم برا الميدان مو داخل الميدان. فهذا المدرب ما شاء الله يعني قاعد نشوفه يعني احترافي، ويحتاجون اللاعبين انه يطبق لهم هذا الاحتراف عشان يقومون بالدور اللي المشاهد بعدين ولا المشجع يحتاجه. يا كابتن نايف قبل لا ننتقل على التتويج، والله شوف انا مثل اي واحد يتمنى ان الكويت تنتقل من عالم الاحتراف الجزئي نعم. لعالم الاحتراف الكامل، لان نعم. هذا الامر راح يطور الكره، وخصوصا نعم. الكويت الليفل مالها يعتبر من ليفل التوب نعم. في اسيا. فنتمنى انهم يدعمون هذا الفريق، يدعمون هالمدرب وهاللجنه. انا اعتقد قاعد تؤدي ادوار نعم. مهمه. الله يعطيهم العافيه. كلمه اخيره، مبروكين المركز الثاني والله يوفقكم. كابتن احمد، بس لازم يكون فيه اهتمام باكثر من منتخب عشان لا يصير فينا الوضع اللي احنا صرنا فيه. شكرا لك كابتن احمد العصفور، شكرا لك كابتن نايف شجاع. نشكر معلقنا طارق الملا ونقول هارد لك منتخبنا الكويت، بس حصول المركز الثاني بكاس العرب هذا انجاز كبير، ونقول حق المنتخب المغربي مبروكين. وننتقل للتتويج، المركز الثاني للكويت والمركز الاول المغرب. ومعاكم اعزائي المشاهدين مع التتويج.